إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في شبكة السلام الفضائية ومع برنامجكم الأسبوعي قضايا إريتريا. سنتناول اليوم إن شاء الله في هذا البرنامج قضية مهمة جدا من قضايا شعبنا المهمة خلال العقود الماضية، وتؤرق الكثيرين إلى يومنا هذا، وهي قضية الاعتقال. والاعتقال بطبيعة الحال هو حجر على حرية الإنسان، وبالتالي هو شكل من أشكال حرمان الإنسان من حياته ومن ممارسة حريته، وأن يعيش كما يعيش بقية البشر. وأسوأ ما يكون الاعتقال عندما يكون في ظل أنظمة لا تحكمها قوانين، ولا تكون لها مرجعية دستورية، ولا مؤسسات قضائية مستقلة، ولا مؤسسات تشريعية ورقابية، ولا أيضا مؤسسات مجتمعية تستطيع أن تراقب الشأن العام والأداء السياسي للسلطات. وبالتالي يكون الوطن أشبه ما يكون بحالة السجن الكبير الذي يكون فيه مجموعة من الناس، حتى وإن ظن الناس الذين هم في خارج السجون والمعتقلات بأنهم أحرار، ولكن في حقيقة الأمر هم جزء من السجن الكبير الذي يقطنه هؤلاء السكان. يوم المعتقل الأريتري من الأيام التي حرص الناشطون والحقوقيون الأريتريون خلال الأعوام الماضية إحيائها كل عام في 14 من أبريل. ويعود هذا التاريخ تحديدا إلى حالة من التوافق على كل توافق عليه هؤلاء الناشطون، لتكون دلالة رمزية على لفت الأنظار إلى هذا الموضوع المهم جدا، وهو قضية المغيبين، قضية المعتقلين، قضية السجناء، سجناء الرأي، سجناء الضمير. وبالتالي تم على كل اختيار 14 من أبريل ليكون في كل عام يتم إحياء هذه الذكرى وتنبيه الناس إلى هذه الذكرى، ويكون فيها العديد من المناشط الإعلامية، المناشط الحقوقية، المناشط الاجتماعية، إحياء لهذه الذاكرة حتى تكون بعيدة كل البعد عن النسيان. وهيهات لنا أن ننسى، ونحن نعيش ذكراهم في كل لحظة، ليس ذكرى سنوية فقط، ولكن نعيش هذه الذكريات بشكل يومي، باعتبار أننا نعيش معاناة وطن، ونعيش معاناة فعلا سلطات تحكمت في مصير هذا البلد لأكثر من 34 سنة تقريبا، ولشعب استمر نضاله منذ 61 وإلى يومنا هذا. نكون نحن تقريبا 64 سنة في مسيرة ثورة ودولة، ولكن عندما نأتي إلى المحصلة النهائية سنجد بأن هنالك فعلا مشكلة كبيرة جدا حول واقع لا يحتمل، وحول حلم لم يكتمل. فموضوع 14 من أبريل كان عودة حقيقة إلى التسعينات، 1992 في 14 من أبريل، عندما قامت السلطات الأمنية في إريتريا باعتقال مجموعة ضخمة جدا في مدينة كرن، وكان على رأس هؤلاء الدعاة والمعلمون وغيرهم. فأراد الناشطون أن يجعلوا من هذه النقطة على كل نقطة بداية، حتى نستطيع أن نجعل على الأقل يوم من الأيام يلتفت إليه طبيعة الحال. ولكن لا يعني ذلك تبسيط من أي شكل من أشكال الاعتقالات طيلة هذه الفترة. فمرت تقريبا حالات الاعتقال بمراحل عديدة جدا، كانت بدايتها في 92، ثم بعد ذلك كانت هنالك أيضا مراحل أخرى تقريبا يعني من 92 إلى 94، هذه مرحلة ثانية من 95 إلى 2000، هذه مرحلة
مرحلة ثالثة هي ما بعد الحرب الإثيوبية من 2001 إلى 2010. مرحلة رابعة وهي مرحلة عسكرة المجتمع والتجنيد الإجباري من 2011 وإلى يومنا هذا. يسعدني ويشرفني أن يكون معي في هذا البرنامج اليوم في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ دكتور جلال الدين محمد صالح. أهلا ومرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته الدكتور حسن سلمان، وعبرك أحيي الإخوة المشاهدين والمتابعين حيثما كانوا في برنامج قضايا إريتريا. شكرا دكتور جلال. حقيقة دكتور هذا الموضوع موضوع مؤرق لكثير من الناس، ولا أقول لكثير بل يكاد أي إنسان له حس وضمير إنساني لا يمكن أن يتفاعل مع حالة التغييب الممنهجة وحالة الاعتقال القسري والانتهاك الحريات. ولكن طبعا بعض الناس ممن على الأقل طمس الله بصائرهم وأعماهم نتيجة مصالح، نتيجة حالة طائفية في أنهم لا يريدون على الأقل الإقرار بهذا الواقع. ولكن خلينا ابتداء نجعل على الأقل المدخل إلى هذا الموضوع هو فكرة عموما الحقوق والحريات في إريتريا، كيف تراها؟ حتى نبدأ بعد ذلك إن شاء الله في مناقشة موضوع الاعتقالات التي حصلت خلال العقود الماضية. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القضية الإريترية في أصل نشأتها هي قضية تحرر. نعم. والشعب الإريتري بشتى أعراقه ومعتقداته ناضل من أجل أن يحقق هذه الحرية. ومسيرة هذه الحرية إنصافا للتاريخ بدأها المسلمون بزخم كبير وبقوة وثبات ومرابطة قل نظيرها في تاريخ الحراك السياسي والعسكري من أجل تحقيق الحرية. هذه الخلفية التاريخية للقضية الإريترية ومبدأ الحرية فيها يجعل من هذا المبدأ قضية أساسية في مسيرة النضال الإريتري ما قبل الدولة وما بعد الدولة. ولكن كشأن كل ثورة يبدأها وينظر لها المفكرون والفلاسفة ويدعون إليها، ويقبل إليها الشجعان والمخلصون ويسقطون في سبيل تحقيق مبادئها، ثم يأتي من بعد ذلك الانتهازيون فيسرقونها ويتمكنون من رقاب المجتمع ويذيقونه وبال ومآسي التعذيب والكبت والقهر. وهذا الذي حدث في الثورة الإريترية بعد نضال مرير واستشهاد أرتال من المخلصين وقوة فكرية كبيرة نظرت لهذا العمل. انتهى مسير الثورة إلى ما يشاهده كل إريتري اليوم، عصبة منتفعة متعطشة للدماء، متعطشة للسلطة وممارستها بشكل عنفي، تمكنت من الشعب الإريتري وما زالت حتى هذه اللحظة تمارس ساديتها في هذا الشعب، ترعبه وترهبه وتعتقله وتخيفه وتضيق عليه حياته ليل نهار، يعيش في مأساة ما كان يتصور أبدا أن الثورة ستنتهي به إلى هذه النهاية المأساوية. وربما لو سألته اليوم لقال لك ليت الأيام تعود إلى الوراء فيعود المستعمر ثانية ليحكمني وليخرجني من هذه المأساة التي أنا فيها باسم استقلال إريتريا. هذا هو الواقع المؤلم في إريتريا الذي يحزن كل إريتري
ويحزن كل إريتري، ويحزن كل متطوق متعطش إلى الحرية. أحسنت يا دكتور. حقيقة كما تفضلت يعني المآلات لم تكن كما كانت البدايات. في البدايات كان الشعب الإريتري حتى في فترة الرابطة كل الخطابات التي كانت ترسل من قادة الرابطة إلى البعثات الأممية دائما ما كانت تركز على كلمتي الحرية والاستقلال، وهذا يعطينا أنه والله كان في وعي مبكر جدا لدى قياداتنا في ذلك الوقت أنها مدركة أنه والله الاستقلال لا يعني الحرية كما أن الحرية لا تعني بطبيعة يعني. فيخدع جدا بعض الناس عندما يتصوروا بأن هنالك دولة استقلت وخرجت من حالة الاحتلال الأثيوبي ولكنها لم تحقق الشق الآخر. فأنا حقيقة دائما ما عندما أقرأ وثائق تلك المرحلة أركز في هذين المعنيين الحرية والاستقلال. ففعلا إريتريا صارت دولة على كل ومنضمة إلى الأمم المتحدة كغيرها من الدول، لكنها ظلت فعلا فكرة الحرية اللي روح الاستقلال، لأن الاستقلال لم تمارس فيه حريات وحقوق الإنسان لا معنى بطبيعة الحال لها. لكن خلينا نقول على الأقل نرجع إلى لماذا هذه البداية المبكرة من النظام في الاعتقالات من سنة 92 اللي هو قبل حتى أن تجري الاستفتاء في سنة 93 لتبدأ تحديدا بمدينة كرن وبالمعلمين وبالدعاة في تلك المرحلة. كيف تقرأ هذا المشهد تحديدا؟ أخي دكتور حسن، دعني أذكر لك قولا نقله الشيخ محمد عبده، ذلك العالم المصري نعم المعروف، عن فيلسوف فرنسي يقول فيه هذا الفيلسوف: ماذا يجديني توسع وطني وامتداده إذا كنت لا أجد فيه حريتي؟ نعم بلا شك. لا يجدي شيئا، لا يعنيني شيئا أن يوجد هذا الوطن بلا حرية. بلا حرية. نعم. إذن الذين يتوهمون أن الاستقلال منفصل عن الحرية هم في الحقيقة لا يفهمون معنى الحرية كما لا يفهمون معنى الاستقلال. نعم. وعليهم أن يجددوا وعيهم بمثل هذه المفاهيم وهذه المصطلحات. نعود بعد ذلك إلى الممارسة القمعية المبكرة. من أول ما دخل النظام بدأ يستأسد على الشعب، نعم، ويطبق منهجيته الإقصائية. لو عدنا إلى الخلف، الخلفية الثقافية لقيادة هذا النظام، نعم، والخلفية التاريخية لصراع الثورة الإريترية في داخلها، نعم، والشخصية التي تقود الآن هذا النظام شخصية جاءت إلى الثورة وهي مليئة بحالة من الانتقامية وحالة من التغييرية، ليس لصالح الوطن وللمواطنين، وإنما ضمن رؤية تصارعية تريد أن تنتهي بمسيرة الاستقلال إلى ما تريد هي. نعم. وهذه الفكرة جعلته يتخلص بالدرجة الأولى والأساسية من يراهم منافسين لهذه الفكرة التي يريد أن يذهب إليها وينتهي بها. وقد بدأ هذا من الميدان، من داخل الثورة الإريترية، وهو لا يقبل أبدا أن يشاركه غيره في هذه المسيرة متى ما أحس أنهم يخالفونه فكرا ويخالفونه رؤية. وكلنا نعلم كيف كان يسير في قضية التصفية إلى أن كانت التصفية بعد أن تخلص من القيادات التي ساندته وزعمته ودعمته، كيف أنه بعد ذلك أنهى جبهة تحرير إريتريا من الساحة وانفرد بالساحة، ثم بعد ذلك ضرب الحركة الإسلامية الإريترية وحالت دون دخولها في الساحة للقتال، وشن عليها حملة شرسة وأوهم الآخرين بأنها خطر على الوطن وهو أمان الوطن، وكأنه يربط الوطن بذاته وبفكره. فمن اعترض عليه وقاومه
إنما يعترضوا ويقاوموا الوطن. وقد راجت هذه الفكرة على كثير من البسطاء والبلهاء فساندوه ووقفوا معه وباركوا له أن ينهي كل من يخالفه فأنهى. نعم. فلما دخل في عام 1991 وسقط النظام الدرج ودخلت قواته إلى إريتريا وتمكن من السلطة، كان أول كلمة قالها: لقد أصدرنا عفوا فليأتنا الآخرون فرادا من غير تنظيماتهم. نعم. وهو يريد أن يملي عليهم كأفراد، وقد ذهب أناس إلى ذلك. آخرون رفضوا. أنه يرى الحركة الإسلامية الإريترية أقوى جهة تواجهه وأقوى جهة تطرح فكرا نقيض لفكره. نعم. وليس تطرحه فقط، وإنما هذا الفكر له القدرة أن يدحض ما يطرحه هو، ويعلم أن له أرضية وقاعدة إذا ما ترك يتمدد تحت أي عنوان فإنه يعده خطرا عليه. لهذا كان أول ما بدأ به في إريتريا أن يتحكم وينتهي من هؤلاء الدعاة، وإن لم يكونوا سياسيين وإن لم ينشطوا في مجال السياسة إنما مجال التعليم، ولكنه يعلم أن هذا التعليم سينتهي في النهاية إلى مواجهة البرنامج أو الاستراتيجية التي يطرحها. ولهذا أعدم من جماعة التبليغ. أول إنه إعدام كان في الساعة الإريترية بعد تحرير إريتريا، اعتقال جماعة التبليغ، جماعة من الهنود الباكستانيين جاءوا إلى إريتريا يبشرون بالإسلام في عهد منغستو ويحومون، والنظام الإثيوبي تركهم. لكن هو أول ما دخل اعتقلهم، واعتقل معهم أحد الأخوة من أبناء كرم، وسألته: لماذا اعتقلكم؟ ولماذا أعدمهم؟ قال: أعدمهم حتى يروج في العالم أنه مستهدف من القوى الإسلامية، وحتى يبرر ما يقوم به من اعتقالات. ففعل فعلته المتوحشة، الفعل غير الإنسانية بهؤلاء الدعاة، من أجل أنهم يحملون فكرا فقط ويحملون دعوة فقط ويؤسسون لمجتمع هو يراه خطر على المجتمع الذي هو في مخيلته وفي تصوراته. ولهذا اتخذ موقفا معاديا وموقفا ضاربا بقسوة ضد الحركة الإسلامية. إذن هي يعني خوف وقلق من الآخر المتصور على الأقل بالنسبة له أنه مغاير، أنه نقيض، أنه يشكل مشكلة، وهذه عموما هي طبيعة الدكتاتوريات. لكن يبدو لي بعد ذلك دكتور جلال لم تقف الحالة عند الحالة الإسلامية وتوسعت بعد ذلك حتى في مكونات من الطوائف المسيحية، ودخلت بعد ذلك أيضا ليبتلع رفقاء الدرب كذلك في محطات. يعني أنا يمكن في بداية الحلقة ذكرت بأن هنالك 4 مراحل. المرحلة الأولى هي التي تتكلم عنها، المرحلة الثانية أيضا ما بعد اللي هي مرحلة تثبيت الحكم وتهميش الخصوم اللي هي من 93 إلى 2000، هذه حصلت فيها أيضا كثير من الاعتقالات. وحقيقة ونحن نتكلم عن موضوع المعتقل لا نتناول بطبيعة الحال المعتقل من زاوية واحدة، يعني لا نتناول فقط الشيوخ والدعاة قدر ما نتناول كذلك المجموعات المسيحية الأخرى، نتناول الساسة الذين تم اعتقالهم مجموعة ال15، ونتناول كذلك المجموعات اللي حصل أيضا اتهمت في فترة من فترات وهي كانت معه وضاقت بالوضع وحاولت أن تحدث تغيير، اللي هي مجموعة شهر يناير 2013.
هذه أيضا كل هؤلاء اليوم نحن نضعهم تقريبا في نفس المحطة اللي هي محطة تصفية الخصوم أيا كان هؤلاء الخصوم، خصوم دينيين، خصوم سياسيين، خصوم يراهم على كل، هو يتوهم أنهم خصوم. وربما كان لك في ذلك كتاب اللي هو كتاب الشوفينية، أعتقد من الكتب المهمة جدا في أنه والله صاحب الرؤية الشوفينية التي تضيق بكل مخالف أو كل ما يراه هو آخر، فعلا يبدو أن الحالة في إريتريا تضخمت لتبقى بعد ذلك شوفينية ضيقة جدا في شخصية الرأس الذي يقود هذا البلد. طيب خلينا الآن ننظر إلى ما يتعلق تم الاعتقال، ونحن يهمنا حقيقة تسليط الضوء الآن على الأقل المشاهدين بشكل عام. هل والله في إطار هذه الفترة يعني أنا حاولت أقيف مثلا على أهم الحقوق التي يفترض أن يتمتع بها المعتقل، سواء كان حقوق أثناء الاعتقال، حقوق بعد الاعتقال، حقوق تتعلق بالمحاكمة، حقوق تتعلق بعد ذلك بما بعد الحكم في كيفية استمرار هذا السجين داخل سجنه، حقوق تتعلق بعد ذلك بإنهاء المحكوميات إلى غيره. هل والله الآن بشكل عام، طبعا الآن الموضوع موضوع طويل، لكن هل أنت ترى الآن بأنه والله السجين الإريتري أو المعتقل الإريتري تمتع بأي شكل في أي محطة من هذه المحطات بأدنى حق من الحقوق الطبيعية للسجين، بحيث والله نقدر نقول أثناء الاعتقال خضع لإجراءات قانونية، أثناء التحقيق خضع لإجراءات قانونية، أثناء السجن خضع لإجراءات قانونية، وخصوصا من خلال أيضا اطلاعي على عدد من الملفات في موضوع الحقوق في إريتريا. الدولة الإريترية من الدول التي تحفظت على اتفاقية مناهضة التعذيب، رفضت إنه هذا الموضوع أن توقع، فيعطي إشارة بطبيعة الحال إنه والله معنى ذلك أن التحقيق وارد جدا أن تصاحبه عمليات التعذيب، وارد أن السجون تصاحبه. لكن بشكل عام نريد أن نعطي المشاهد صورة، هل والله نقيم الحالة في إريتريا في سياق قانوني ولا لا الموضوع أبعد من ذلك بكثير؟ نعم دكتور حسن، بالنسبة للمعتقلين من حيث توجهاتهم الفكرية نعم ومعتقداتهم الدينية وانتماءاتهم السياسية يختلفون من جهة لأخرى. نعم. وكما تفضلت نحن لا نتناول حالة المعتقلين أو خصوصية المعتقلين من زاوية واحدة. نعم. وإنما الذي حدث لفئات كثيرة غير الإسلاميين. نعم. ولكن نعم. الذين، وأنت ذكرت الجي 15 المجموعة، نعم. مجموعة 15 التي اعتقلت. نعم. نحن هنا يجب أن نميز بين الحزب في موقفه من الآخرين، نعم. والحزب في صراعاته الداخلية. صحيح. نعم. الحزب في موقفه من الآخرين موحد. نعم. أحسنت. يتفق رؤية أن يقمع، يعني شارك هؤلاء نفسهم في الاعتقالات. نعم. يتفق رؤية واحدة أن يقمع كل من يخالفه. نعم. معك. ولهذا الأمين محمد سعيد يقول نعم. يتهموننا بأن الحكومة حكومة قاسية وتسجن وتعتقل، وهو يتكلم بالتجرينيا فيقول أسيرنا إنا خم أون نأسر لنا خنا أسر إنا. نعم. نحن نعم قبل كده اعتقلنا. نعم. والآن ما زلنا نعتقل. وسنعتقل مستقبلا. نعم. لكل من لا ينسجم مع برنامجنا. هذا الكلام الأمين محمد سعيد بيقوله علنا على اليوتيوب، يمكن أن يسمعه أي إرث. نعم. هذا هو الحزب في موقفه. صحيح. فالجي 15 اللي اعتقلوا، نعم، هم مارسوا الاعتقال على الآخرين من الميدان. نعم. وعذبوا الآخرين من الميدان، ولكن ضمن صراعات داخلية في الحزب. نعم. دارت عليهم الدائرة. نعم. ونحن لا نتشفى في هذا، ولكن نقول أن القانون الذي سنوه والنظام الذي أقاموه حزبيا من أجل أن ينفردوا بالساحة وتكون لهم الكلمة العليا، فاضطهدوا الآخرين في داخل التنظيم وخارج التنظيم، جعلهم هم أيضا من ضحايا
ما قرروه وما أصلوا له. صح. ولكن مع ذلك نحن لا نتجافى، بل نطالب بالإفراج نعم عنهم ومحاكمتهم محاكمة عادلة. نعم. بصورة عادلة. أحسن. ثم نأتي الآن إلى الحالة النفسية والحالة الصحية والحالة الحقوقية نعم. للمعتقلين في داخل تنظيم أو نظام إسياس أفورقي. نعم. حقيقة لا توجد حقوق تحفظ في هذا الجانب. لا حول ولا قوة. وأنا شخصيا قابلت بعض المعتقلين والذين خرجوا، نعم. ولا أريد أن أذكر أسماءهم الآن هنا، نعم. وذكروا لي كيف كانوا يعانون في داخل المعتقل. وعندما سألت أحدهم لما اعتقلت، وكان في أسمرة يعمل في جهة نعم. دبلوماسية، قال لي نظر إلى ملبسي ومأكلي ومشربي فاتهمت. كان يعمل مع جهة دبلوماسية فيلبس الملبس الحسن، نعم. ويأكل في المطعم الحسن، ويركب المركب الحسن، فأصبح محل متابعة ومراقبة. نعم. وعندما حقق معه قيل له كم مرتبك؟ قال هذا هو مرتبي، وأعطاهم. قالوا مرتبك هذا لا يكفي لأن تعيش بهذا المظهر الذي أنت تعيش به، فهل هنالك ثمة جهة تمونك وأنت تعمل لحسابها؟ نعم. ثم سألوه أسئلة من ضمن الأسئلة القريبة: أنت متزوج أم لست متزوجا؟ قال لست متزوجا. قال لما لم تكن لك عشيقة وأنت لست متزوج؟ فقال لهم أن ديني يمنعني من أن أتخذ خليلة. فقالوا له من أي جهة أنت في الإسلام؟ وأعطوه 3 خيارات. قالوا أنصار السنة، الصوفية، إخوان مسلمين. قالوا له أنت المرأة عندما تمد يدها إليك لتسافحك تسافحها أو لا تسافحها؟ وهكذا أدخلوه في متاهات غريبة وعجيبة. وقال دخلت السجن ببدلتي وخرجت وأنا مثقل بالقمل، لا حول ولا قوة. وقد نزل وزني وحبست في مكان ضيق وعشت المرارة وأنا مجرد اتهام. نعم. فهذه الصورة الصعبة التي عاشها هذا الإنسان تصور أضعافها في الذين اختفوا. وقال أنك تتحول إلى رقم، فيقال لك رقم فلان، لا يذكر لك اسم ولا يذكر لك عنوان، والمأكل الذي تعطى مأكل أو الأطعمة التي تعطاها تعف عنها الحيوانات. هي مأساة يعيشها الإنسان الإريتري في مكان ضيق. وقد تحدث عن هذا الأسلوب من التعذيب تمنؤو، وكان قيادي في مجموعة أسياس أفورقي. اعتقل في غارة لسنين، لأشهر عديدة أو سنين، لا أذكر بالضبط الآن كم سنة، ولكن تصفيت منه. نعم. ويقول عشت في داخل المغارة وأنا حتى لا أصاب بالجنون أشغل نفسي باللعب مع الحشرات في داخل المغارة، لا أعرف الليل من النهار. ثم بعد ذلك أخرجت وجاءني إسياس
أفورقي، ولم يتحدث معي كثيرا إلا بعد الكلمات ثم عاد. معارض سوداني اعتقل في إريتريا اسمه بابكر عبد الله، وكتب كتاب الغلاق الإريتري. نعم، الغلاق الإريتري. نعم. أيوة. والغلاق سجن روسي اتخذه ستالين معتقل لمن يختلف معه، وقد هلك فيه خلق وبشر كثير، يقال 8 مليون نسمة لا حول الذين أبيدوا في هذا السجن. هذا الأخ أخذ هذا الاسم وجعله عنوانا لكتابه وسماه الغلاق الإريتري. ذكر فيه من العجائب من التعذيب، وهو قال: أنا كنت في دار المعارضة السودانية وقلت مجرد كلمة إنه الحكومة الإريترية ليس من حقها أن تتدخل في شؤون المعارضة السودانية، لماذا تتدخل في شؤوننا؟ فقال: نقلت هذه الكلمة إلى المخابرات الإريترية، وبينما أنا خارج المكتب جاءت جماعة من المخابرات الإريترية وسألت عني فلم تجدني، فلما جئت قيل لي أن المخابرات الإريترية تسأل عنك. فانتظرتهم فجاءوا أخذوني ووضعوا الكمامة على وجهي وأركبوني سيارة وأخذوني إلى معتقل اسمه معتقل تراكي ولا تراقي، والمخابرات الإريترية قالوا ودخلوني هناك. ومن ذلك المكان انتقلوا إلى مكان آخر وإلى إلى 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 هيكوتا. وقال: قابلت أناسا اعتقلوا في دهلك، في جزيرة دهلك، هنالك مكان معتقل من قبل الإيطاليين كانوا قد اتخذوه معتقلا، والذي يعتقل في ذلك المكان يجن ويساب بالهلوساء، لأنه بالليل يسمع قال يأتي صوت من البحر كصوت البشر فيه أنين فالإنسان الذي يعيش في الظلام في يسكن في هذا يعيش هذه الحالة النفسية، ثم يأتي من هذا المكان وهو في حالة نفسية سيئة. ثم قال: أخذوني إلى هيكوتا وأدخلوني تحت السجن تحت الأرض في هيكوتا، وما كنا نخرج إلا ساعة واحدة، ونجبر على كسر الأحجار. وكان رجل عجوز جيء به من مالطا في الثمانينات، يبدو الذين ردوهم إلى مالطا كان يسمونه رجل كبير لا يكاد يحمل صخرة حجرة، يحملونه صخرة ويضربونه. وأسمع بالليل أنين النساء وهن يجلدن. الرجل ينتهي في كتابه هذا يقول: الشعب الإريتري لا يستحق أن يعامل هذه المعاملة بعد أن أعطى هذا الثمن الغالي في نيل استقلاله وحريته. وهؤلاء الذين يمارسون يقول أخذوا التجربة الصينية ويعزون أنفسهم للتجربة الصينية، يقول ولكنهم أخذوا التجربة الصينية بطريقة معوجة، فتركوا ما هو إيجابي فيها وأخذوا ما هو أسوأ ما فيها وطبقوه على المجتمع الإريتري. لا حول ولا قوة. طيب، على كل والله شيء مؤلم فعلا أن تكون الصورة بهذا الشكل، هذا على المستوى المعتقل كشخص، غياب للحقوق أثناء الاعتقال، حيث كثير منهم لا يتم أصلا الاعتقال بصورة قانونية، معروفة الإجراءات القانونية التي يفترض أن تتبع في موضوع الاعتقال. لا توجد أيضا حقوق أثناء المحاكمة والتحقيق، باعتبار أن الوضع القانوني أصلا كلنا نعرفه في إريتريا ليس هنالك قضاء فعلا بصورة متكاملة، وتراتبيته معروفة، إنه والله يكون فيها استئناف ويكون فيها كما يقولون الدفاع والمحامي، هذا كله تقريبا غير موجود. أضيف إلى ذلك أيضا ما يحكى كذلك من حالات الاعتقال هي أشبه ما تكون بمحاكمات يجريها على كل السجان، ثم يأتي بك بعد 10 سنوات إذا في إطلاق سراح نفس السجان هو الذي تقريبا. لكن خلينا ندخل أيضا إلى هذا إذا كان على مستوى السجين، معاناة بلا شك صعبة جدا، خصوصا عندما تستمر هذه المعاناة ونحن نتكلم عن أناس معتقلين بعضهم في 1992 أبريل. فأنت أمام 32-33 سنة من الاعتقال، لا يوجد عنهم لا حس ولا خبر ولا زيارة ولا إطلاق سراح. دايرين نشوف الآثار والتداعيات على
الأسر، على المجتمع، على الأبناء، على النساء. إيش اللي ممكن أيضا نقول في هذا الاتجاه؟ يعني لما أنت والله دولة لا تتحمل مسؤوليتها في أن تعرف هذا السجين حي ولا ميت، حوكم بأي صورة من الصور، يعني أبنائه لا يزورونه، لا يسمح كذلك، ودي حنجي عليها إن شاء الله موضوع المنظمات الدولية وكيف تنظر إلى ملف إريتريا. لكن خلينا الآن على مستوى الأسر، ما هي طبيعة المعاناة اللي ممكن نحن والله ننقلها للرأي العام في هذا الجانب؟ نعم، المعاناة كبيرة جدا، ولهذا أن النظام الإريتري في اعتقاله لهذا المواطن لم يجني فقط في حق المعتقل، نعم، وإنما جنى في حق أطفال رضع. نعم، أخذوا آباءهم وأخفوهم عن الوجود. نعم، النظام جنى في حق المرأة الإريترية المواطنة التي أخذ زوجها ليلا من بين أبنائه ومن بين أهله وأخفي عنها وهي تسأل. النظام لم يجني على المعتقل وزوجته وأبنائه، وإنما جنى على أبيه وعلى أمه وعلى كل أقربائه، وخلق حالة نفسية سيئة واقتصادية سيئة، لأن الأب المعتقل هو الذي يقوم بتوفير ضروريات الحياة لأبنائه ولأسرته. فكم ستكون معاناة هذه الأسرة اقتصاديا، أنها ستتفكك وتتشتت. ثم أن المرأة لا تعرف أو الزوجة لا تعرف أن زوجها على قيد الحياة أو أنه قد فارقها، فثمة تركة أحكام شرعية، أيوة، توزع عليها، ثمة حقوق، منها حق الزوجة في أن تكون لها حرية أن ترتبط تتزوج. نعم. وهكذا كل هذه حقوق نعم. جنى عليها النظام بقانونه الثوري السيء. هنا هو لا يمارس القانون، نعم، ولا يمارس العدالة، ولا يمارس الدستور، لأنه أخذ على نفسه أن يقضي على كل هذا، فهو اعتقل الدستور بعد أن اعتقل من يتحاكم إليه، من يتحاكمون إلى الدستور. نعم. فأنهى كل شيء، أنهى المؤسساتية، أنهى المساءلة، أنهى مشروعية المحاماة، ضرب بكل الحقوق عرض الحائط التي وقع عليها أو لم يوقع عليها أو هي عرف العالم، حتى لو لم يوقع عليها هو عرف عالمي. نعم. والعرف العالمي ينبغي أن يحترم، والشعوب ينبغي أن تعمل من أجل أن يكون لهذا العرف سيادة على حياتها، حتى لا تصاب وتنكب بهذه النكبات التي تنكب به الآن تحت الأنظمة الديكتاتورية. فآثار هذه القرارات الارتجالية الثورية التي تؤخذ للأسف باسم حماية الوطن، أنها تترك من ورائها دمارا للوطن. ما هو الوطن إن لم يكن المواطن فيه آمنا مستقرا؟ ما هو الوطن إن لم يكن للمواطن حق وحقوق تحفظ له بها كرامته وإنسانيته، ومن حقه أن يحاكم إلى قاضيه طبيعي، ومن حقه أن يكون له محاميه، ومن حقه أن تكون تهمته واضحة، ومن حق المجتمع أن يعرف تهمة هذا المعتقل الذي أخذ من بينه. فإن المجتمع إذا لم يعرف لماذا أخذ هذا الفرد من بينه يعيش حالة هلع وخوف. المجتمع يعيش حالة تتبع وتجسس، فالجار يتجسس على جاره، والابن على أبيه، والأخ على أخيه، وميزانية الدولة تكون مسخرة للصرف على هؤلاء الذين يتتبعون المواطنين في مجالسهم، في مقاهيهم، في بيوتهم، في متاجرهم، وهذه إشكالية كبرى. أحسنت، الله يجزيك. طيب، على كل هي بلا شك
إشكالية كبيرة لها علاقة بالبنية المجتمعية، ولها علاقة بالبنية النفسية، نعم. ولها علاقة كذلك حتى بشعور الإنسان بالانتماء لهذا البلد نعم. ولهذا الوطن. ولكن نأتي إن شاء الله إلى نقطة مهمة جدا، وهي موضوع بعض النشطاء والحقوقيين جزاهم الله خير خلال الفترة الماضية حاولوا أن يعملوا نوع من التحرك القانوني والحقوقي، وأن يوصلوا هذا الملف تحديدا إلى المنظمات الدولية، خاصة مجلس حقوق الإنسان. ونجح هذا الجهد في أنه والله على الأقل إريتريا من خلال هذه المنظمات تكون في واجهة الآن الصورة الدولية، في أنه والله يكون لها جهات على الأقل تتابع هذه الملفات. لكن طبعا كانت المفارقة بأنه والله يكون المبعوث أو يتم تكليف المبعوث الأممي، وإلى الآن نحن بفترة أخرى نسمع بأنه في تكليف. كيف تقرأ التعاطي الدولي عموما مع موضوع حقوق الإنسان في إريتريا يعني خلال الفترة الماضية؟ التعاطي الدولي مع حقوق الإنسان في إريتريا في البداية أخذ جهدا لابد أن يذكر. نعم. وهذا الجهد بدأ بمجاهدات الإريتريين ونشاطهم ومتابعاتهم. نعم. حتى اضطرت الأمم المتحدة أو الجهة الحقوقية في الأمم المتحدة نعم. أن تخصص مبعوث ليتابع هذا الأمر، ولكن النظام يرفض أبدا أن يعطي مجالا لهذا المبعوث. نعم صحيح. وهذا المبعوث يحاول أن يدخل إريتريا ويتفقد أحوال المعتقلين. نعم. وأسباب اعتقالهم والحالة التي هم عليها. نعم. ولكن النظام يأبى أن يتجاوب. نعم. الأمريكان كانوا يأخذون هذا الملف للضغط على النظام. نعم. تسييس الملف. نعم. ومن أجل أن يضغطوا عليه ويخضعوه لإرادتهم السياسية، وهو ما يمكن أن نسميه تسييس النظام أو الأمريكان لمبدأ حقوق الإنسان. نعم. ولم يكونوا جادين في هذا الأمر. نعم. وأصدروا قرارات نعم. ضاغطة نعم. حشرت النظام وعزلته نوعا ما. نعم. ولكنهم ما لبثوا أن عادوا إليه مرة أخرى ثانية. نعم. واحتضنوه وأخذوا يلاطفونه، وهو من جانبه أيضا يقدم بعض الخدمات. نعم. ويهدد ببعض الممارسات كارتباطه بالصين وبروسيا. نعم. كنوع من الضغط على الغرب الأمريكان حتى لا يزعجوه بملف حقوق الإنسان. نعم. والدكتور حسن، أنت تعرف أن الأمريكان براغماتيين. نعم. وهذه الشعوب ينظرون إليها على أنها شعوب متخلفة يضطهد بعضها بعضا، فإذا ما وجدوا بعض مآربهم فإن هذا الملف قد لا يعنيهم كثيرا. نعم. ومن قبل كان الإمبراطور هيلي سلاسي يرتكب أفظع مما يرتكبه النظام، أو أن النظام الآن يرتكب أفظع مما ارتكبه الإمبراطور هيلي سلاسي. نعم. والإمبراطور كان يحرق القرى ويبيدها بكاملها، والأمريكان كانوا يتفرجون إليه لأنه كان يحقق مصالحهم في المنطقة. فتقييمي وقراءتي للجهد الدولي في متابعة هذا الملف ليس هو على ما يجب أن يكون. نعم. وإنما يحتاج كل مرة يحتاج إلى دفع، كل مرة يحتاج إلى صيحة. نعم. المعتقل وأسر المعتقلين إذا ما صاحوا ونادوا هبت هذه القوى، وإذا ما وجدت صمتا صمتت. نعم. وهذا ينبغي أن يتغير الأمر. والآن يعني هو يحاول أن يظهر أمام الغرب بأن الظاهرة الدينية تؤدي رسالتها في إريتريا. نعم.
وأن المؤتمر الكنسي الذي عقده والمؤتمر الكنسي بعد ذلك من البحيرات والكنائس الشرقية في البحيرات والقرن الأفريقي في مؤتمرهم الذي عقدوه، كل ذلك رسائل إلى الغرب أنه يهتم بالحرية الدينية وبالحقوق الدينية للمواطنين، وكأن المواطن هو هذا الأرثوذكسي فقط دون غيره. وفي حين الحرية الدينية والحقوقية الدينية للآخرين مفقودة، بل متهمة بأنها تصدر الإرهاب وتؤسس للإرهاب. وهذا ما يقوله الغرب والأمريكان أيضا في هذا الملف، فلا يتحركون التحرك المطلوب، بل يرون أن في هذه الشخصية أنه يحول دون نهضة الإسلام السياسي. ومطلوب منه هذا دوليا، وهو يقوم بواجبه. أحسن. هو حقيقة لفت نظري أنا من خلال أيضا الإعداد للحلقة وكذا، إنه الفترة اللي نفسها حصل فيها التصعيد الحقوقي، المطالب الدولية سبحان الله لم أجد فيها أي حديث عن الجانب الحقوقي. يعني معظم القضايا اللي حاولوا يضيقوا عليه فيها موضوع الجوار، سواء مع جيبوتي، مع الصومال، مع الإثيوبيين، لكن لم يلتفتوا كثيرا إلى، يعني هو صحيح كان يسوق هذا الملف ويتم تحريكه والمنظمات الحقوقية تتحرك، ولكن عمليا القوى التي يهمها الضغط كما ذكرت تستثمر هذا الملف في قضاياها، وهي موضوع الحصار الذي على كل ضرب من سنة 97 وكان صدر بشأنه قرارات، أظن القرار 1907 كلها كانت لها علاقة بالمحيط ولا علاقة لها بما يجري في الداخل. بل كانت المفاجأة عندي إنه والله لما حصلت الاتفاق ما بين أبي أحمد سلام 2018، إذا بنا فجأة نفاجأ بأنه إريتريا تدخل إلى مجلس حقوق الإنسان، حتى تكلمت المنظمات الحقوقية ومنها Human Rights Watch إنه والله كوفي النظام الدكتاتوري على ممارساته بأن يكون عضو يراقب الآن المشهد الدولي في حين الحقوق منتهكة في منتهكة تماما. حقيقة أنا حاولت هذه الجزئية تحديدا حتى أقف على ليش هذا الأمر، فلقيت أن المسألة لم تكن ذات طابع حقوقي أكثر ما كانت محاصصات إفريقية، أنه الأفارقة عندهم نسبة، فعلى كل وقتها دخل في هذا الجانب. لكن ما وقفت عليه كذلك من ملاحظات خاصة من المبعوثين زي ما تفضلت، لم يسمح لهم الدخول إلى داخل إريتريا، ولكنهم اشتغلوا عبر الحدود، اشتغلوا في إثيوبيا، اشتغلوا في إريتريا، اشتغلوا كذلك في بعض الدول الأوروبية يستمعون إلى الناس. فكان سبحان الله هنالك مجموعة من الانتهاكات وثقت على كل من خلال هؤلاء. واحد منها مثلا الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، هذا تقريبا ذكروا فيه أعداد كبيرة جدا، وكحالة من انتهاكات لحقوق الإنسان دونت وتم تقريبا الإقرار بها على كل في مجالس حقوق الإنسان. الخدمة العسكرية الإلزامية غير المحددة المدة، القيود على الحريات الدينية تقريبا للطرفين، وما حاولوا كذلك أن يثبتوا بأن هنالك انتهاكات للطوائف الدينية المسيحية وكذلك للمسلمين. الانتهاكات في النزاعات الإقليمية أيضا ذكروا منها انعدام المساءلة تماما، يعني كل ما يجري من انتهاكات لحقوق الإنسان في الداخل. وربما لاحظت بأنه مثلا كثير من الذين يهربون من الشباب وكذا كانوا يقتلون أحيانا بلا محاكمة، وأحيانا يلاحقون ويقتلون، وأحيانا كان نفس يتم استخدامهم والاستفادة منهم من الفاسدين من أجهزة الأمن في أنه والله يأخذ $1000 من الشخص حتى يهرب فكانت في حقيقة جملة من الانتهاكات. فعلى كل هذه بلا شك تحتاج إلى أنه كيف الناس تستطيع أن تسلط عليها في المرحلة المقبلة إن شاء الله. لكن الآن خلينا نختم بمسألة مهمة جدا، كيف ترى محاولة تفعيل وتحريك هذا الملف تحديدا، ملف حقوق الإنسان على المستوى الإريتري، في أنه والله كيف نجعله قضية على الأقل جامعة لكل ألوان الطيف السياسي والحقوقي والديني والعلمي والشبابي، بحيث والله على الأقل يكون هنالك ملف يجب أن نخترق به حالة الصمت وحالة هذا الجدار الذي يعني حقيقة في كل سنة نحن نتكلم عن موضوع يوم المعتقل، ولكن حتى هذه اللحظة لم نقوم فعلا بما ينبغي أن يؤثر. فكيف ترى أنه والله ما هي المبادرات التي يمكن أن نقوم بها حتى نستطيع أن نوصل على الأقل هذه الرسالة
إلى الآخرين. أنا أقترح أن يعقد مؤتمر سنوي. نعم. في هذا التاريخ 14 إبريل. نعم. بدل تقبى يوم المعتقل أيوة. تتطور إلى عقد مؤتمر. نعم. سنوي. جميل. نعم. لحقوق الإنسان. نعم. وتطرح فيه الملفات تقييما للماضي. نعم. وتطلعا للحاضر. نعم. متابعة للحالة الحقوقية في إريتريا. نعم. هذا المؤتمر تحضره منظمات حقوقية نعم. غربية وشرقية. نعم. من العالم العربي، من العالم الغربي، منظمات حقوقية. نعم. هذه مهمتها تحضر هذا المؤتمر. جميل. تدعى إلى هذا المؤتمر. نعم. وتدخل في نقاش وتصدر بيانها في إدانة ما يحدث وتسقط على النظام. هذه المنظمات الحقوقية في هذا المؤتمر تشارك الإريتريين في التحرك على الأقل في إطار دولها. نعم. وتعرف بالحالة الحقوقية في إريتريا. نعم. ثم بعد ذلك في سنة تالية تستعرض نتائج حملتها. نعم. وماذا أدت، وتقترح بعد ذلك وسائل أخرى. نعم. هذا أهم شيء من الناحية العملية، أن يكون بدل أن تكون حالة عبر الإعلام، الوسائط. نعم. الوسائط الإعلامية، لا، تكون مؤتمر. هذا المؤتمر يجب أن يفكر فيه الإريتريون أو المنظمات الحقوقية الإريترية. نعم. وتبحث له عن ميزانية بالاتصال مع بالجهات المعينة. التوثيق جاري. نعم. إصدار لكن ألا ترى أن التوثيق نفسه شيخنا يعاني من أنه والله هنالك حالة من الخوف؟ يعني أنا كنت أسمع بعض الإخوة اللي قايمين بالتوثيق، يعني كثير من الأسر عندها معتقلين خوفا عليه أنه ما يريد والله إدراجه مثلا في كيف نقدر والله هذا الخوف يعني أنه والله لا خلاص هو سجين يعني معذب وربما ميت يعني على الأقل يجب أن لا نقتل قضيته بعد دخوله إلى السجن. نعم. يعني هذه حقيقة يجب أن يعلمها الإريتريون يعني. نعم. نحن في حالة نضال وفي حالة حراك. نعم. لإنقاذ الإنسان الإريتري. نعم. وهذا الحراك ليس أمرا سهلا. صحيح. وفيه عقبات وعوائق. نعم. فالخوف المبالغ فيه يضر هذا الحراك. نعم. وعليه لا مبرر لا مسوغ للخوف من الإفساح. نعم. عن الحالة الحقوقية في داخل وعن المسجونين. أيضا هنالك أناس سجنوا وخرجوا. نعم. وموجودين. هؤلاء أيضا ينبغي أن يتحدثوا. نعم. وأنا طلبت من بعضهم أن يكتبوا هذا الذي يحكونه الآن. وحتى من كان جزء من النظام وجزء من تركيبة النظام وعنده علم بالملفات أيضا يجب أن لا يسكت. لا يسكت. نعم. وهي مسؤولية وطنية. نعم. وعليه المنظمات الحقوقية الإريترية يجب أن تتصل بهؤلاء الذين يعيشون خارج الوطن. نعم. وتستحكيهم. نعم. عما يحدث من أجل أن يوثقوا الممارسات السيئة التي يواجهها المعتقل. شكرا الأستاذ الدكتور جلال الدين محمد صالح على هذه المعلومات القيمة التي أدليت بها خلال هذه الحلقة المباركة، وشكرا كذلك لكل الذين بادروا بيوم المعتقل وقاموا خلال السنوات الماضية بجهود مشكورة، سواء كانت جهود إعلامية، جهود اجتماعية، جهود حقوقية، جهود كذلك لها علاقة بتحريك هذا الملف الحقوقي بكل الأطياف. حقيقة كانت هنالك جهود كبيرة جدا خلال الفترة الماضية، ولكن علينا أن لا نمل، وأمامنا حقيقة الآلاف. هنا أنا ما حاولت حقيقة أن أذكر قضية العدد، لأني وجدت بأن هنالك اختلاف كبير جدا ما بين 10,000 إلى 20,000 معتقل في محطات على كل طويلة وكثيرة جدا، وبالتالي هذه المسألة تحتاج إلى تحريك. فنشكر حقيقة الإخوة الذين ساهموا من قبل، ولكن الموضوع يحتاج إلى
شغل احترافي وشغل كذلك مدروس، وأن يكون هذا الملف على وجه التحديد، ملف الحقوقي، ملف المعتقل، أن يكون أحد الملفات الجامعة التي يلتقي عليها الإريتريون في كل مكان، ويتحرك فيها الكتاب بكتابتهم، ويتحرك فيها رجال المال بمالهم، ويتحرك فيها الناشطون كذلك من خلال منصاتهم، وكل إن شاء الله له جهده المبارك. وبلا شك إن شاء الله النصر قادم، ولن يستطيع إن شاء الله الدكتاتور وزبانيته أن يكسروا إرادة الشعوب، فإن الحرية بإذن الله سبحانه وتعالى قادمة يوما ما. وفيما نراه من حولنا من شعوب تتحرك ومن دكتاتوريات تسقط، فإن ذلك محفز بطبيعة الحال بالنسبة لنا أن نقول بأن والله لا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للفجر إن شاء الله أن يسطع على بلادنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نرى ذلك اليوم، وأن يخرج إن شاء الله هؤلاء المعتقلون من تلك الظلمات، من تلك السجون، إلى ربوع الحرية، ويشاركون إن شاء الله الأفراح مع إخوانهم ومع أهليهم، ويكون الوطن بلا دكتاتور إن شاء الله قريبا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، على أمل إن شاء الله أن نلتقيكم في حلقات قادمة مع برنامج قضايا إريتريا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب.